السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبنا اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة هنشرح لكم هوية محافظتي. طبعا احنا عندك بعد الدرس الثالث في الوحدة الثالثة في محافظة كده هنتكلم عنها النهاردة، هي محافظة قنا. لو نفتكر كده مع بعض، احنا أخدنا في كل وحدة في محافظة اتكلمنا عنها. أخدنا قبل كده في الوحدة الأولى محافظة الغربية، الوحدة الثانية أخدنا محافظة جنوب سيناء، الوحدة الثالثة فيها محافظة اللي هي محافظة قنا. محافظة قنا كده لو نيجي نتعرف على محافظة قنا هنعرف ان هي من محافظات الوجه القبلي. فاكرين في الترم الاول ان احنا كنا قسمنا المحافظات الى وجه بحري ووجه قبلي وحدود صحراويه. لو نفكر بعد كده، احنا خدنا قبل كده محافظه الغربيه. محافظه الغربيه دي اقول عليها وجه بحري. اخدنا محافظه جنوب سيناء، دي حدود صحراويه. محافظه قنا النهارده دي وجه قبلي، فهو جايب لك محافظه من المحافظات من كل قسم احنا قسمناها قبل كده، هي سواء وجه بحري او وجه قبلي او حدود صحراويه. ولما اجي اقول وجه قبلي يبقى تكون عارف ان المحافظه دي بتقع في الجنوب. يبقى انا عشان انا بمهد لك عشان اعرفك ان المحافظه دي، ما يجي يقول لك بتقع فين هتقول لي بتقع في جنوب مصر، لان انت اخدت قبل كده ان محافظات الوجه القبلي بتقع في جنوب مصر. يبقى اول حاجه يجي يقول لك تقع محافظه قنا على خريطة مصر في اتجاه ايه؟ بص كده معايا على العلامة الموجودة على الخريطة دي، محافظة قنا. محافظة قنا دي تحت بتقع في جنوب مصر. طب المحافظة دي لو احنا وزعنا السكان، يعني ايه توزيع السكان؟ يعني هنوزع السكان نشوف المحافظة دي من المحافظات مزدحمة السكان ولا متوسطة السكان ولا قليلة السكان. المحافظة دي من المحافظات متوسطة السكان. يعني معنى الكلام ده يعني عدد سكانها بيتراوح من مليون إلى 8 مليون. عرفنا قبل كده المزدحمة أكتر من 8، اللي هي متوسطة أقل من 8 لحد مليون، اللي هي قليلة السكان أقل من مليون. طب يبقى دي محافظة إيه؟ دي بقول عليها محافظات متوسطة السكان. طب النشاط الاقتصادي للمحافظة إيه؟ أكتر نشاط المحافظة دي بتعتمد عليه؟ طبعا نشاط الزراعة، اللي هو النشاط الزراعي. محافظات الوجه القبلي بتعتمد أصلا على النشاط الزراعي بسبب كمان إن جنبها نهر النيل. نهر النيل ده بيستخدموه في زراعة الأراضي بتاعتهم. عندك كمان لأن نهر النيل ميته عذبة والتربة الخصبة دي ساعد على قيام الزراعة. يبقى النشاط الاقتصادي اللي هو أهم نشاط عند محافظة قنا اللي هو النشاط الزراعي. طب عشان كده لو أنا قلت لك إيه أقرب المسطحات المائية للمحافظة هتقول لي نهر النيل، هي جنبها على طول نهر النيل اللي هم بيستخدموه في الزراعة. طب لو قلت لك إيه أبرز المهن؟ المهن يعني العمل اللي بيعمل بيه الإنسان هناك. الناس السكان محافظة قنا بيشتغلوا بإيه؟ بيشتغلوا عندنا بمهنتين، مهنة المزارع ومهنة الصانع. المزارع اللي هو الفلاح، أنا بقول عندهم زراعة يبقى أكيد هيبقى في عندهم مزارع اللي هو بيزرع الأرض. طب إيه مهنة الصانع دي يا مس؟ هو في نشاط صناعي عندهم؟ أيوة، الزراعة هي أكتر نشاط عندهم، بس في عندهم صناعة بس مش زي الزراعة. هي أكتر نشاط عندهم بيعتمدوا عليه هو النشاط الزراعي، بس برضو في عندهم صناعة. زي إيه اللي إحنا هناخدها لسه دلوقتي؟ الصناعة ده إن هم بيصنعوا عندنا في بعض الصناعات اللي بتكون ناتجة عن الزراعة. طب الزراعة دي بيزرعوا ايه؟ الزراعة دي بيزرعوا محصول اسمه محصول قصب السكر. في محصول كده بيتزرع في محافظة قنا اسمه محصول قصب السكر. وطبعا معظم محافظات الوجه القبلي تحت في الجنوب بتزرع المحصول ده، لأن المحصول ده لازم يزرع في جنوب مصر، لأن جنوب مصر بتكون درجة حرارة عالية جدا عن الشمال، ومحصول قصب السكر بيحتاج لدرجة حرارة عالية قوي، فعشان كده بيتزرع في جنوب مصر. يبقى من ضمن او من الحاجات اللي سكان محافظة قنا بيزرعوها هو محصول قصب السكر، وبيزرع في جنوب مصر. والمحصول ده بيعملوا بيه ايه؟ احنا عرفنا ان في زراعة، امال الصناعة تيجي ازاي؟ بياخدوا قصب السكر ده، هو اسمه قصب السكر يعني بنجيب منه السكر. السكر اللي احنا عندنا ده اللي احنا عارفينه ده بيجيب من محصول اسمه محصول قصب السكر. هما بياخدوا السكر ويصنعوا منه اللي هي صناعة العسل الاسود. كلنا عارفين العسل الاسود. العسل الاسود ده اساس الصناعة بتاعته هو السكر. طب هما السكر جايبينه منين؟ جايبينه من محصول قصب السكر، فبالتالي عندهم زراعة وصناعة. طب هما عندهم صناعة بس اللي هي صناعة قصب صناعة اللي هي عسل اسود بس؟ لا، ده عندهم صناعات بسيطة اللي هي حرف تراثية أو يدوية، زي صناعة الخزف والفخار. ما هي دي برضو صناعة بس بقول عليها صناعة يدوية، اللي هم بياخدوا الطين أو الطمي اللي هو طمي النيل وبياخدوه يعملوا منه الفخار، زي ما أخدنا قبل كده في صناعة الفخار قلنا لازم الصناعة دي بتعمل من الطين. يبقى هم عندهم صناعتين، صناعة الخزف والفخار وصناعة العسل الأسود اللي بيجيبوه من محصول إيه؟ من محصول قصب السكر. عشان كده هم عندهم مهنتين. يبقى ما يجي يقول لك من أبرز المهن اللي بتشتهر بها محافظة قنا مهنتين، مهنة المزارع ومهنة الصانع. طب
العيد القومي، احنا خدنا قبل كده ان كل محافظة لازم لا يكون عيد قومي. العيد القومي لمحافظة قنا يوم 3 مارس. طب مش معنى يوم 3 مارس بالتحديد اللي هم اختاروه عشان يكون العيد القومي؟ لان في اليوم ده كانت اللي هم الفرنسيين كان عايزين يحتلوا قرية اسمها قرية البارود. القرية دي موجودة في محافظة قنا، ولكن انتصر اهالي القرية على الفرنسيين. كل اهالي القرية خرجوا على الفرنسيين وانتصروا عليهم بوسائل بسيطة جدا، وسائل بدائية. تخيل بايه؟ بالعصا. في عندهم عصا كده اللي هم بيستخدموها بتوع الصعيد، عصا يعني بتبقى طويلة كده وضخمة. العصا دي كل اهل محافظة قنا او قرية البارود كلهم خرجوا على الفرنسيين وطردوهم وخرجوهم منين؟ من القرية. وبالتالي انتصروا على الفرنسيين في موقع اسمها موقعة البارود نسبة الى قرية البارود سنة 1799. عشان كده محافظة قنا يوم 3 مارس اليوم ده اختارت ايه؟ اختارت اليوم 3 مارس بالتحديد عشان اليوم ده اللي فيه انتصر اهل قرية البارود على الفرنسيين في موقعة اسمها موقعة البارود عام 1799. طب تعالى بقى نتكلم عن موارد المحافظة اللي انا كنت بتكلم عليها دلوقتي، ان هم عندهم حرف تراثيه. ايوه، زي ما قلت لكم عندهم صناعه اللي هي صناعه الخزف والفخار اللي هم بيجيبوه من الطين. يبقى الطين ده بيستخدم في صناعه الفخار، عشان كده قلت لكم عندهم صناعات بسيطه او صناعات يدويه. طب عندهم اماكن اثريه. ايوه، في اماكن اثريه السياح بيجوا محافظه قنا عشان يزوروها. لكل طبعا محافظه تلاقي فيها اثار بتميزها. زي عندنا محافظه قنا. محافظه قنا دي فيها معبد اسمه معبد دندره. معبد اسمه معبد ايه؟ معبد دندرة. المعبد ده من اهم المعابد الموجودة في محافظة قنا، والمعبد ده من اجمل المعابد، شكله جميل جدا، اسمه معبد دندرة، دي موجود في محافظة قنا. طب المحافظة ديت برضو عندها عادات وتقاليد صعيدية. اي محافظة بيبقى عندها بعض العادات اللي بيتميزوا بيها. عندهم عادات هم هناك متعودين يعملوها، وعندهم فن كده اسمه فن التحطيب اللي هو اللي هي بسميه زي المبارزة كده. عندنا تلاقوهم لعبة كده مشهورة عندهم اسمها التحطيب، ان هم بيجيبوا زي العصا اللي انا قلت لكم عليها دي وبيقعدوا يبرزوا بعض بيها. دي لعبه عندهم، دي من الحاجات المتعودين ان هم بيعملوها. طب وعندهم كمان حتى كمان اللبس او الزي بتاعهم بتلاقيه مختلف، الزي او اللبس بتاعهم، فهم بيتميزوا بعادات وتقاليد. طب المحافظه دي بتشتهر بزراعه ايه؟ قلنا زراعه اسمها زراعه قصب السكر، زي ما انا قايله لكم دلوقتي. يا قصب السكر ده اللي هم بياخدوا السكر ويصنعوا منه العسل الاسود. يبقى ما اجي اقول لك العسل الاسود ده احنا بنصنعه منين؟ من محصول اسمه قصب السكر. طب مستقبل المحافظه. المحافظه دي مستقبلها ايه في المستقبل؟ عايزه تهتم بايه؟ عايزه تهتم وتطور وتسوق كمان الصناعه بتاعتهم اللي هي العسل الاسود، لان العسل الاسود ده بيزود الاقتصاد بتاعهم في محافظه قنا. تاني حاجه كمان عايزه تدعم وتسوق الاماكن السياحيه. الناس قايله دلوقتي ان عندهم اماكن سياحيه السياح بيجوا يزوروها زي معبد دندره، فهي عايزه تزود الحاجات دي عشان الاقتصاد بتاعها يزيد اكتر واكتر. يبقى ما يجي يقول لك ايه مستقبل المحافظه؟ الاهتمام بتطوير وتسويق صناعه العسل الاسود ودعم وتسويق الاماكن السياحيه. بكده احنا خلصنا النهارده دي محافظه قنا. المره الجايه ان شاء الله هشرح لكم دوله كوريا، وبكده خلصنا المنهج. شكرا على متابعتكم لينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.